هسأل سؤال كليشيه جدا: هل الانطباع الأول بيدوم؟ طبعا انت أول ما سمعت الكلام ده عملت كده اهو وحسيت أنا عارفة كويس قوي إن السؤال ده اتهرس في مليون فيلم قبل كده وكلنا عندنا الإجابة بتاعته. المفروض إن إحنا ما نحكمش على حد وبلاش تبقى جادجمنتال ولازم تغير نظرتك أنا عارفة ده كله، ولكن للأسف الإجابة هو للأسف بيدوم. هنا هقول الجملة اللي قالها دانيال كانمان لما قال في الكتاب بتاعه Think Fast and Slow People are irrational. البني آدمين بيؤمنوا بحاجات بس ساعات كتير ممكن نتحرك أو نعمل سلوكيات irrational. عشان كده خدوا بالكم يا جماعة، الفيرست امبريشن مهم قوي 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 لأنه فعلا بيدوم. وساعات كتير بتحس إن أنت قابلت حد ومقفول منه شوية ومش عارف مقفول ليه. غالبا ممكن يكون الفيرست امبريشن عنه ما كانش أفضل حاجة. طيب ازاي أكون الفيرست امبريشن وليه أصلا الفيرست امبريشن ده حاجة مهمة؟ كذا ستادي اتعملت لقوا إنه ممكن حد يحكم على حد في خلال 30 ثانية على شوية حاجات فايتال، حاجات مهمة جدا، زي هل الراجل ده المستوى الاجتماعي بتاعه كويس ولا لا، او مستواه المادي، والراجل ده فعلا فاهم وحد ناجح ولا لا. لقت نفس الدراسة انه ممكن في 4 دقايق، اللي هو يعني طب خليهم 5، لقى انه ممكن يكون حد بيحكم على حد الراجل ده يستحق الثقة ولا لا، الراجل ده ريلايبل واعتمد عليه ولا لا. حاجات زي كده قوية جدا وما ينفعش ان انا سكيب حاجة زي دي. عشان كده الفيرست امبريشن لازم اخد بالي منه كويس جدا جدا.